السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله حلقتنا هتدور حوالين فكرتين. أول حاجة، كل سنة وأنتم طيبين ورمضانكم كريم وكل عام وأنتم من الله أقرب، وربنا يا رب يرفع عننا الوباء والبلاء وعن المسلمين أجمعين. تاني نقطة، إزاي أقدر أذاكر في رمضان وأقسم وقتي وأقسم مذاكرتي بحيث إن الدنيا ما تبص معايا وفي نفس الوقت أكون كويس وأقدر أوصل الهدف اللي أنا عايز أحققه. في الفكرة دي عندنا 4 حاجات ممكن نتكلم عنها. أول حاجة الوقت عندك نظامين ممكن تمشي عليهم وتتأقلم بحيث رمضان ما يفوتش معاك وما يضيعش منك. تمام؟ بص بقى، الوقت ايه حكاية الوقت ده؟ عندنا نظامين ممكن تمشي عليهم سهلين خالص. يا النظام ده يمشي معاك اوكي، النظام ده يمشي معاك اوكي، ممشاش معاك حاجة من الاتنين ممكن برضه توفق بين الاتنين وتشتغل عليهم. أول حاجة، بعد صلاة التراويح استغل وقتك بعد صلاة التراويح، سواء بقى هتصلي مع نفسك إن شاء الله، هتصلي مع أسرتك، هتصلي مع أي حد. بعد صلاة التراويح زي ما اتفقنا، التراويح هتخلص الساعة 9، 9:30، 10 بالكتير جدا. هتيجي تقعد، المكان بتاعك كويس، هتنظمه وتحاول على قد ما تقدر انت تنظمه النهارده او بكره بحيث ما تقعدش تلعب كتير وتقعد تنظم هنا وتشيل مكتب من هنا او تشيل حاجه انت بتذاكر عليها من هنا. لا، حاول تظبط المكتب او المكان اللي انت بتذاكر فيه بحيث ما تتعبش نفسك كل يوم. تمام؟ هتبدا الساعه 10، هتلاقي نفسك مكسل، هتيجي تقعد على الكتاب على المذكره مش مجمع. تمام؟ ده كله كان بيحصل معانا، وانا شخصيا من ضمن الناس اللي كان بيحصل معاها كده. بص بقى، انت هتعمل حاجه سهله وبسيطه، هتحاول انت تقدر على قد ما تقدر كده ان انت تبدا بالحاجه اللي انت بتحبها، الحاجه السهله البسيطه. حتى لو هترجع من اول المنهج نقطه سهله وبسيطه بتحبها. هنفترض مثلا ان احنا مش هنرجع ده كله، لان انا باخد الدرس الثالث في الوحده الاولى. تمام؟ قبليها الدرس الثاني، الدرس الثاني ده حلو كده، ممكن احل عليه مساله، اخد منه نقطه، اسمع منه تعريف، اظبط منه حاجه. اي ماده بقى سواء رياضه، حل مساله بسيطه، ابدا باساسيات خفيفه. الموضوع يمشي معايا بحيث دماغك في الاول ما بتكونش مستوعبه وانت مكسل، فده الضغط عليك، لسه مش متاقلم على نظام رمضان، صيام وفرهده وتعب وبهدله تمام؟ خاصه ان انت قاعد في البيت فهتحس ان ممكن وقت كتير تنام وكده. لا، ان شاء الله يبقى خير. بص بقى، فانت تحاول على قد ما تقدر تمشي بنفس النظام كده، هتلاقي الدماغ واحده في واحده بتستوعب معاك بحيث تقدر تقعد عدد ساعات كتير وفي نفس الوقت الدماغ يدخل لها كم من المعلومات. طب بص بقى يا عم سعيد، هتقعد تذاكر ان شاء الله، هتلاقي نفسك بدأت ساعة، ساعة ونص. تمام؟ ما تحاولش تكتر عن كده، حاول تقوم تعمل اي حاجة، تشرب شاي، تقف في المطبخ، تهزر مع اخواتك، اي حاجة، وبعدين ترجع تاني. تعالى ارجع تاني، تلاقي نفسك نشيط كده عشان انت عملت فيصل بين الايه، بين الوقت ده والوقت ده. لما ترجع تاني هتلاقي نفسك نشيط وهتلاقي الدنيا تمام. ارجع خد لك ساعة، ساعة ونص، وبرضه خد لك فاصل. هتلاقي نفسك وصلت حوالي الساعة 1، 1:30، الساعة 2. في البيت عايزين يتسحروا بقى، تمام، خد الفاصل التالت، تسحر، ظبط نفسك، الدنيا تبقى تمام معاك، وخليك نشيط كده، هتسمع حاجة، هتقرا حاجة، وهكذا. ارجع تاني ذاكر لك، حاول تذاكر ساعة، ساعة ونص لحد قبل الفجر. ما تحاولش تضغط نفسك لغاية الفجر بالظبط، لانك ساعتها الدماغ هتكون متشتتة وانت مستعجل. لا، حاول تسيب نص ساعة، ربع ساعة، تلت ساعة كده تظبط فيهم، تقرا فيهم اذكار، تقرا فيهم ورد، تقرا فيهم اي حاجة، تهدى، تخلي نفسك مطمئنة كده. الوقت ده بيكون جميل كده، تحس تفكر مع نفسك انا هقسم مذاكرتي ازاي، طب بكرة هعمل ايه. انا النهاردة بدأت مثلا فرنساوي وفيزياء، بدأت عربي وتاريخ، بدأت كيمياء واحياء، بكرة هعمل ايه. فالوقت ده بالنسبة لك هيكون الفيصل بتاعك، هتطمئن فيه خالص وتفكر في حياتك ومستقبلك، وفي نفس الوقت تسبح ربنا وتستغفر ربنا كتير قوي. الوقت ده جميل جدا 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 يعني، تهدى فيه وقلبك بيطمئن فيه، وان شاء الله يكون خير لكل الناس يعني. بعد كده هتصلي الفجر والدنيا هتبقى تمام معاك، هترتاح جدا بعد ما تصلي الفجر. بعد صلاة الفجر حاول تنام، وده يبقى النظام الاولاني. هتنام لحد الساعة 10، ده لو انت بقى عندك حاجات كتير والمستعد اللي انت تذاكر كتير جدا يعني. تمام؟ والله انت مثلا كنت صايم والدنيا تمام ويا ميسي ومتبهدل وبتاع، ماشي، نام لحد الساعة 12، واحدة عادي. تمام؟ بعد ما تصحى خد لك دش وظبط دنيتك، وحاول تظبط اي مذاكرة. تمام؟ لحد شوية، ساعة، ساعتين، 3، لحد شوية بتوع مين، بتوع قبل المغرب. وقبل المغرب اعمل نفس الشوية اللي كنت بتعمله قبل الفجر، تقرا ورد كده واستغفر ربنا واستهدى بالله وفكر في مستقبلك وحلمك اللي انت عايز توصله. تمام؟ وحاول مفيش حاجة توقفك قدام حلمك، حتى لو انت كنت تعبك دوت قليل. تمام؟ انت كنت تعبت قليل، دلوقتي ممكن تتعب اكتر، فما تحاولش تضيع كل حاجة بسبب تفكير، بسبب شيطان، بسبب كسل. ما تخليش حد يقف قدام مستقبلك. وده كان اول نظام. تاني نظام اللي هو بالنسبة للوقت، بعد صلاة الفجر، يومك هيبتدي من بعد صلاة الفجر. هتخلص صلاة الفجر،
هتقرا ورد كويس والدنيا هتبقى تمام معاك. حاول انت على قد ما تقدر ابدا من الساعه 5:30 6 بالكتير، تمام؟ ابدا حاول تظبط وتلم منهجك على قد ما تقدر. هتلاقي الوقت معاك طويل جدا لحد الساعه 12 واحدة. هنرجع تاني للساعه 12 واحدة دي، بس قبل ما نقول بقى النظام ده ليه مميزات وله عيوب. مميزاته هقول لك انا، الوقت في الوقت ده بالذات بيكون هادي، الجو جميل، مفيش حد في البيت، هو الدنيا تمام خالص، ممكن الم حاجات كتير جدا وانا هادي مع نفسي. وليه ميزة تانية، ان انت بتبقى صاحي في وقت الامتحان، الوقت اللي هو من الساعة 6-7 دوت، انت بتحضر نفسك ان انت ممكن تصحى من النوم عشان تظبط نفسك، هتراجع حاجة، الدنيا هتبقى تمام معاك عشان تروح امتحانك الساعة 9 ان شاء الله. هتبقى انت صاحي ومستوعب كل حاجة في وقت الامتحان لحد الساعة 12 واحدة، تمام؟ العيب بتاعه ايه بقى؟ العيب بتاعه اللي انت هتنام طول النهار، هتنام لحد صلاة المغرب، ممكن اكتر كمان. ما انت لما تخلص مذاكرة الساعة 12 واحدة هتيجي تنام، النوم الصبح بيتعبك. لازم نتكلم عن المميزات ولازم نتكلم عن العيوب. والنظام ده جميل والنظام التاني جميل، فانت حاول تتأقلم على واحد منهم، ولو ما تأقلمش معاك واحد حاول تختار لك واحد في النص تمشي عليه. تاني نقطة نتكلم عنها في الجزئية ديت، ان حاول على قد ما تقدر في الوقت دوت بتاع رمضان بالذات، وخصوصا لما تقرب من الامتحانات، خلاص بقى فاضل اسبوع 10 ايام على الامتحان، ومراجعة العربي جاية ومش عارف ايه جاية، ومراجعة الفرنساوي الانجليزي وهكذا. حاول ما تسألش اي حد من صحابك انت هتراجع ازاي، هو انت لميت العربي ازاي، انت خلصت عربي ولا ما خلصتش. سؤالك دوت ممكن يفيدك وممكن يضرك. ممكن يفيدك لو فعلا انت هتستفاد جامد جدا. طب هيضرك ازاي؟ طيب حاضر. الضرر بتاعه ان هو انت لو انت متشتت وقلقان، وخاصة الفترة دي بتاعت قلق وتوتر، لو هو قالك انا خلصت المنهج كله، انت هتتصدم، انا لسه ما خلصتش حاجة. طب لو هو قالك انا لسه ما خلصتش والدنيا بايظه معايا وما ذاكرتش، وانت مخلص منهج، هتغرف نفسك ومش هتذاكر، مش هتهتم بالفتره ديت اللي هي بتاعه الامتحان، هتقول لنفسك انا مخلص منهج، الدنيا تمام معايا، اذاكر ليه؟ فحاول على قد ما تقدر ما تسالش، لان النظام هيشتتك. ممكن يقول لك والله انا سايب العربي كله قبل الامتحان ب3 ايام، انت عامل حسابك اللي انت دماغك هتستوعب اسبوع، لازم تراجع العربي في اسبوع. ممكن يقول لك انا هراجع الامتحان في يوم، العربي في يوم، وانت دماغك برضو مش هتستوعب غير يومين 3، وهكذا. في نفس الوقت انت ممكن تضر حد ان انت تقول له انا هراجع الفرنساوي كله، هراجع العربي كله، هراجع الانجليزي كله في ساعه، في ساعتين، في اسبوع. هو ممكن يا عيني ما يقدرش يلم المنهج في الوقت اللي انت بتقول عليه، فانت برضه هتضر. فحاول تكتفي بذاتك، يعني حاول اللي انت فاهمه اللي انت عارفه تخليه لنفسك اليومين دول بالذات، الا لو حاجه هتنفع غيرك او انت هتستفاد بيها جدا. ما تخافش من الامتحان، يعني اول ما يقرب منك الامتحان، مش كل ما يقرب منك الامتحان تخاف وترتعش كده والدنيا تبوظ معاك وتتوتر وتسيب كل حاجه، لا بالعكس، جمد قلبك وصلي وادعي لربنا والدنيا هتبقى تمام خالص. حاول ما تخافش، لان خوفك هيبوظ الدنيا معاك جدا، هيحاول اللي انت تكسل تنام، ان ايش عرفني انا جبت 90 95 99. لا سهل وبسيطه جدا، بعد ما تطلع من فتره الثانويه ديت، لو انت جبت مجموعه 90 ده هتقول يا ريتني كنت دخلت وكنت هجيب 99، جبت 95 ده انا كنت هجيب 98، هجيب 100، وهكذا، تمام؟ بغض النظر الفتره اللي احنا فيها بتاعه الحظر وكده، فربنا يعافينا ان شاء الله ويعفو عنا اجمعين. رابع جزئيه دي مهمه جدا، هي والخمسه اللي جايه. الرابع جزئيه دي بتتكلم عن ايه؟ حاول على قد ما تقدر ليله الامتحان اللي انت راح تمتحن فيها ان شاء الله تنام كويس، تنام كويس جدا جدا جدا، تكون مرتب لها اللي انت هتنام، وحاول تمشي امتحاناتك كلها على اساس انت هتنام، تمام؟ حتى لو انت مشيت على النظام الاولاني ده بالنسبه لي اريح، وفي نفس الوقت كرأي ان انت هتنام مثلا من بعد الفجر يوم الامتحان، تيجي من بعد صلاه الفجر هتنام، تصحى الساعه 8 7 ونص عشان الامتحان يبدا 9، فهتلاقي معاك 7، لا مش 7 خالص، هتلاقي معاك 4 ساعات 5 ساعات، هتلاقي الدنيا فيهم تمام جدا وانت ارتحت وهديت، فلما تروح امتحانك هتبقى ياقظ كده ونشيط. الجزئيه الخامسه اللي احنا ممكن نتكلم عنها، بص بقى، ما تراجعش مع اصحابك، ما تراجعش مع اصحابك، وانت برضو ما تراجعش مع اصحابك. ليه؟ ما انت ممكن تكون في الامتحان طالع مظبط الدنيا جدا جدا جدا، انت بالنسبه لك مظبط الدنيا مقفل الامتحان والدنيا كويسه جدا معاك، واحد صاحبك يقول لك انت عملت ايه في السؤال الفلاني، تقول له عملت كذا كذا كذا، يقول لك غلط غلط غلط، ده الاجابه ديت اهي، وبص على الكتاب، انت هتتصدم. خاصه لو رجعت امتحان العربي بيبقى امل لاي حد، انت داخل معاك 80 درجه مش عارف تعمل فيهم ايه، يا تجيبهم يا تضيع فيهم، انا هضيع درجتين، 4 درجات ب1%، 10 درجات، هضيع الدنيا، هبوظ الدنيا. لا، حاول ما تراجعش، توصل الامتحان على قد السؤال، يعني السؤال على قد الجواب زي ما بيقولوا. حاول توصل قبل الامتحان ب10 دقايق ربع ساعة، تقرا اذكار، تسبح ربنا، تستهدى بالله جدا، خليك نشيط جدا، والموضوع هيبقى سهل خالص، وهتكتشف كده بعد ما تخلص امتحانات ثانوية عامة.
ولما تخلص امتحان ان شاء الله ارجع خلص امتحانك وروح على بيتك على قد ما تقدر. يعني حاول ما تتكلمش مع حد كتير، بحيث انت كلامك ممكن يضرك غيرك وفي نفس الوقت يضرك. ايه يضر غيرك في ايه؟ مش فاهم. بص، ممكن يكون واحد صاحبك يا عيني حالل الدنيا تمام معاه، وانت تقول له ده السؤال الفلاني اجابته غلط، انت عامله غلط، هتضره برضه. زي ما انت خاف على نفسك خاف على غيرك، فكلنا لازم نبقى كلنا دايره في بعض كده ونخاف على بعض. تمام. ان شاء الله ربنا معاكم ووفقكم، وباذن الله هنتواصل مع بعض كتير وهنشوفكم كتير باذن الله. ربنا يوفقكم باذن الله وتجيبوا احلى مجاميع وتفرحوا اهاليكم. ومهما حصل ما تستسلمش، ما تخافش، ما توقفش، ما تكسلش. حاول على قد ما تقدر توصل اللي انت عايزه، حتى لو فتره قصيره اللي هي ال 30 40 يوم دول. هو غير امتحان، عدل امتحان، لغى حاجه من الامتحان، ده كله ينفعك وفي نفس الوقت يضرك. خاف، ما تخافش، لا ما تخافش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رمضانكم كريم.